لم تنتظر كثيرا مصالح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حتى أصدرت أول بيان رسمي بعد فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعهدة ثانية بالأغلبية الساحقة. وفي أول تعليق رسمي من وزارة الخارجية الروسية لاقى ردود أفعال متباينة بين مؤيد لذلك البيان والتعليق الرسمي وبين معارض له باعتباره تعليق مبطن من روسيا تجاه الانتخابات الرئاسية في الجزائر، غير أن الرد الروسي وفق العديد من الخبراء جاء ليرد على بعض الألسنة التي حاولت الطعن في الانتخابات الرئاسية والتشكيك في نزاهتها. وعلقت وزارة الخارجية الروسية استنادا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فقد حقق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فوزا ساحقا بنسبة 94.65% من الأصوات. وأضافت مصالح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن عملية التصويت جرت في جو هادئ ولم تكن هنالك انتهاكات جسيمة